وهي غير مستغربة من هذه الأسرة الدعم وكذلك مثل هذه المناسبات. وأيضا في هذا المجال ونتكلم أيضا عن ضيفنا في هذا المساء وعن بدر بن محمد العتيبي. هنالك روبورتاج وفيلم قصير نشوفه بإذن الله راجع البرنامج. لا يعرفها إلا أبناء هذا الوطن بين المواطن وقيادته في الحب والولاء والطاعة، في حب الوطن، حب مالكه وولي عهده حفظهم الله، فقد سخروا وأرخصوا كل غال من أجل تحرير أسراره والعناية والسؤال عن أحوالهم في الأسر وأحوال عوائلهم. انعكس ذلك باستقبالهم الذي رأيناه بفرحة وأحضان من كل مسؤول ومواطن، فقد أقامت احتفالا يليق بجندي الوطن وتكريم يمثل وسام شرف لكل أسير. استقبلنا أسرانا من الحد الجنوبي بكل سعادة وفخر، ومن بينهم بدر بن محمد العتيبي الذي تشرف مع زملائه بالذود عن حمى الوطن، فكان من المقدمين غير المدبرين عندما شارك زملائه الأبطال في وقت كان قد أنهى واجبه اليومي مع العدو. وكعادة الجندي السعودي الذي تمتلكه الغيرة والحب لهذا الوطن، ترك وقت راحته ليشارك زملائه الكر والفر وفي ظروف لم تساعده. وفي لحظة انتصار زملائه وقع أسيرا كعادة المعارك والأبطال في الحروب. وهي غير مستغربة من هذه الأسرة الدعم وكذلك مثل هذه المناسبات. وأيضا في هذا المجال ونتكلم أيضا عن ضيفنا في هذا المساء وعن بدر بن محمد العتيبي. هنالك روبورتاج وفيلم قصير نشوفه بإذن الله راجع البرنامج. لا يعرفها إلا أبناء هذا الوطن بين المواطن وقيادته في الحب والولاء والطاعة، في حب الوطن، حب مالكه وولي عهده حفظهم الله، فقد سخروا وأرخصوا كل غال من أجل تحرير أسراره والعناية والسؤال عن أحوالهم في الأسر وأحوال عوائلهم. انعكس ذلك باستقبالهم الذي رأيناه بفرحة وأحضان من كل مسؤول ومواطن، فقد أقامت احتفالا يليق بجندي الوطن وتكريم يمثل وسام شرف لكل أسير. استقبلنا أسرانا من الحد الجنوبي بكل سعادة وفخر، ومن بينهم بدر بن محمد العتيبي الذي تشرف مع زملائه بالذود عن حمى الوطن، فكان من المقدمين غير المدبرين عندما شارك زملائه الأبطال في وقت كان قد أنهى واجبه اليومي مع العدو. وكعادة الجندي السعودي الذي تمتلكه الغيرة والحب لهذا الوطن، ترك وقت راحته ليشارك زملائه الكر والفر وفي ظروف لم تساعده. وفي لحظة انتصار زملائه وقع أسيرا كعادة المعارك والأبطال في الحروب. أنا أعتقد هذه يعني ما هي موجودة في قاموس السعودية، إن السعودي يخاف. هو بدر بن محمد بن معدي صلال المرشد العتيبي التحق بالقوات البرية عام 1422 للهجرة، فقبل مشاركته مع زملائه البواسل في الحد الجنوبي شارك في قوات درع الجزيرة في البحرين عام 1431 و1432 للهجرة. ونظير عمله ومجهوده حصل على نوط تكريمي، وهو نوط الشهامة الذي يتشرف به كل جندي في خدمة وطنه ليشارك بعدها في مهمة وطنية ويلتحق مع أفراد الجيش في عاصفة الحزم عام 1437 للهجرة. وكعادة الوطن وقائده حفظه الله، فقد أمر بمنحه نوط تكريمي آخر وهو نوط الشجاعة في عاصفة الحزم، كدلالة على حجم الاهتمام والرعاية الذي يلقاه جندي الوطن من قيادته الحكيمة والعظيمة. وبين أنواط الشهامة والشجاعة سنستقبل بطلنا هذا اليوم بيننا ونحتفل به وبرسالته وشجاعته وبرجوعه من الأسر وبتشريفه لوطنه في هذه المهمة.
التي لم يخجل فيها وطنه. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وحفظ من البواسل في كل مكان.